والآن مع التحدي الثالث. التحدي الثالث في ليلتنا الثامنة من ليالي برنامج فصاحة هو تحدي الخطابة. اختر خطيبك، وهو تحدي جماعي يتيح للمتسابقين فرصة اختيار شخصية أحد الخطباء المفوهين من شخصيات التاريخ العربي ذات الدور البطولي المشرف، وعليه أن يتمثلها في إحدى خطبها الشهيرة. والآن على المتسابقين البدء في تدوين اسم الخطيب المختار لدى كل منهم، وسأترك لهم 30 ثانية للتفكير بالاسم وتدوينه، فلتبدأوا. اسم الخطيب 30 ثانية، سهلة إن شاء الله. 15 ثانية. من هي الشخصية التي اخترتها لهذه الجولة يوسف؟ هو فقيد عمان الشيخ خلفان العيسري. هل أنت مستعد؟ نعم. تفضل. خارطة عودة إلى عماني مفقود. يا معاشر أهل عمان، إنكم أسلمتم طوعا، لم يطأ رسول الله ساحتكم بخف ولا حافر. بهذه الإشارة التاريخية الخالدة إلى فطرة السلام في أهل عمان، افتتح الصديق رضي الله عنه خطبته قبل 14 قرنا. وبإشارة أخرى أفتتح خطبتي بأن الكثير من العمانيين اليوم بات لا يعرف ماذا يعني أن يكون عمانيا، والعود في أرضه نوع من الحطب. أيها العماني، إن أولى مراحل التقدم هي العودة إلى الذات، لأن أي خطوة نتقدمها خارج نطاق هويتنا وواقعنا هي مجرد هروب إلى الأمام. لك يا عماني الهوية والهوى جبل النحاس مطرز بلبان، لك سيف جيفر في يد ابن العاص لا في وجهه، لك قبضة الإيمان رئة تضخ الغيم في أرواحنا كي نعبر الصحراء باطمئنان. أيها العماني، هل تعرف أن العرب قديما كانت إذا اشتكى أحدهم الأذى والجور يقول عرفا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. هل تعرف حالة فريدة في التعايش المذهبي مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ احتارت فيه المذاهب كلها، لأن كل مذهب وجد فيه ما يدل على انتسابه إليه. هل تعرف أنه لم تسجل على أرض عمان حالة قتل واحدة بسبب اختلاف طائفي أو عرقي، ليس اليوم بل منذ مطلع التاريخ؟ هل تعرف السلام بلا استسلام؟ هل تعرف التعددية والاستقلال بالهوية؟ هل تعرف الأخلاق المحمدية؟ هل تعرف عمان؟ فتعال فتش في مدائن نورها عما اقترفت من الظلال، وفي فخامة سورها عما انتزعت من الجلال، عن الندى والنخل والفخار، عن روح التجارة في البحار. تعال فتش عنك فيك. جميل. الأخرى يوسف الكمالي من عمان، كيف كان؟ ويوسف الكمالي لقد أبهرتني يا سيدي، وخاصة في الختام. أي خطيب هذا؟ ماذا أقول؟ جميل، خطابة عظيمة ومفردات منتقاة ومعاني واضحة تماما.